ورجعنا لكم تاني بعد غياب طويل طبعا عشان رمضان وكده. قررنا ان احنا نعمل حاجه مختلفه بقى زي ما احنا متعودين ان احنا بنعمل حاجات مختلفه. النهارده مثلا ممكن نعمل عن اكل السبايسي. دايما الاكل السبايسي مهدور حقه، ودايما في كل المطاعم يقول لك لا بلاش السبايسي عشان لو السبايسي ساعات بيبقى طعمه وحش او ساعات السبايسي بيبقى كتير فبيغطي على طعم الاكل. فانا دايما كنت بفكر ان انا عايز اجرب حاجه سبايسي وحاجه تكون مختلفه. انا شفت ريلز كتير عن مطعم اسمه ترو ماما، ممكن تكون الناس حباه او هو دعايه اكتر فانا مش عارف. فانا قررت النهارده بما ان يعني هو قريب من الشغل بتاعي، قررت برضو ان انا اصور في الشركه بتاعتي النهارده مقدمه سريعه عشان نخش على الموضوع على طول، علشان برضو ما نحسش بقى المقدمه الممله بتاعت كل مره وكده. فيلا بينا نخش على الاكل على طول. اوكي، يعني انا واجهت مشاكل في ان انا اطلب من ترو ماما. او انتوا في العادي اصلا انتوا متعودين الحلقه بتنزل كل يوم سبت طبعا عشان بصورها يوم الجمعه، فانا قررت ان انا اصور يوم الجمعه. جيت اتصل بيهم محدش بيرد، جاي بكلمهم على البيج بتاعتهم او الانستجرام محدش بيرد. فالحل الوحيد انك توصل لهم انك تتصل على التليفون الارضي او تكلمهم على الواتساب عشان تعرف تطلب اوردر دليفري، غير كده انك تروح المحل. فخلينا بقى نشوف ايه اللي احنا جبناه النهارده. تلاقي الشركه كلها طالعه دلوقتي تتفرج. بنحبك هتطلع على فكره. احنا عامة جبنا من كل صنف او كل كاتيجوري جبنا حاجة، وطبعا الحاجة السبايسي اللي فيها عشان برضو نجرب الحاجات السبايسي. فخلينا بقى نشوف ايه الحاجات اللي جات لنا دي. هو في مشكلة هنا ان هم هنا مش كاتبين على كل حاجة ايه هي. فانا دلوقتي محتاس، انا مش عارف ايه الساندوتش. يعني مثلا انا بفتح كده انا مضطر ان انا افتح وافك واغلف بتاع تاني من الاول عشان اعرف. نخش على ابيتايزرز، واحنا معانا دلوقتي التشيكن بوب كورن. بوب كورن بس ستافت تقريبا، بس احنا مش عارفين هي ستافت ايه. غالبا بتبقى محشيه جبنه وتركي تقريبا، حاجه شبه كده. طبعا هي الجبنه نشفت لان هي قعدت حبه حلوين. خليني كده اوريها لكم من قريب بس عشان تشوفوا الشكل اللي انا شايفه دلوقتي. يعني بصوا هي بتبقى تقريبا محشيه اللي جوه دوت، مش عارف هل هو تركي ولا ايه بالظبط. وديت الكراست بتاعت التشيكن بوب كورن، بيكون معاها صوص تقريبا ده تشيلي صوص، مش عارف لسه هنفتح ونشوف دلوقتي. ندبت بالصوص الاول. هو الصوص حاسه صايص قوي على اللي هو يكون صوص. خلينا كده بسم الله. اللي جوه برضو بيبقى محشيه تركي مع الجبنه. هي تمام مديلها طعم حلو، لكن مش برضو بنفس السعر اللي احنا كنا متخيلينه. يعني بص عامه اي حاجه في الحلقه النهارده فهتكون سعرها مبالغ فيه عن ان هي تتطلب من اي مكان تاني. كتشيكن بوب كورن تمام، هي طعمها لذيذ. بص احنا مش هنتكلم بقى على السعر، لو هنتكلم بقى على الطعم فلا هي تعتبر من الحاجات اللذيذه اللي اكلتها النهارده. يعني خلينا بقى نخش على الحاجه اللي بعدها وهي اللودد فرايز. منظر مش عاطفي خالص. انا حاسس ان شكلها الصراحه مش عاطفي، يعني مش زي اللي انا كنت متوقعه. وكميه البطاطس قليله قوي على السعر اللي احنا دافعينه، وكميه الفراخ قليله قوي برضه. مش عارف، خلينا نشوف بقى يعني هيكون طعمه عامل ازاي. طبعا هم مش جايبين شوكه ولا معلقه ولا اي حاجه. معاك معلقه؟ هنقذ الموقف وجيب لك معلقه. ايه ده؟ معلقه رنا يا جماعه. سبونسرد باي رنا. شكرا النور جاب لنا معلقه. ديت تقريبا اسمها لودد فرايز تشيكن بافلو. ديت يعني زي ما انتم ما شفتوا، يعني انا كنت متوقع ان هو مثلا يكون فيها فراخ اكتر. هو هنا تقريبا هو حاطط حرفيا 4 قطع فراخ بالعدد، والبطاطس مش كتير والجبنه مش كتير. فديت عامه سعرها 124 على المنظر دوت. فمش حاسس ان انا ممكن اطلبها تاني اصلا في العموم. يعني طبعا الريفيوهات والفيديوهات والريلز اللي احنا كنا بنشوفها تلاقي بقى طبق بطاطس قد كده ومليان، فلا مش ده اللي جالي. فخلينا ندوق. الهالبينو لاذع قوي، عارف تحس اللي هو ليمون. يعني دي من اغرب الحاجات اللي اكلتها لحد دلوقتي، وطبعا سعرها عالي. كميه مش قد السعر. اول واخر مره جربته ماما. بما ان احنا لسه راجعين بقى ولسه في الحماس وكده، فلو حد عنده اي ريكومنديشن او اي حاجه حابب يجربها مثلا كتجربه جديده، كمطاعم جديده، كاي حاجه كمطاعم نفسكم تجربوها، ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وانا كده كده ببص على كل الكومنتات وبرد عليها طبعا كلها. ونرجع بقى للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. خلينا نبدا باول ساندوتش معانا وهو الهوت ماما. يعني هو ساندوتش بيزك بس هو بيكون زياده صوص حار وزياده هالبينو. هو ساندوتش بيكون عباره عن عادي ساندوتش ريجولار عادي، لكن بيكون زياده صوص بافلو امريكان تشيز وزياده هالبينو. بيكون عادي ساندوتش بيزك قوي يعني. فخلينا نشوف مثلا يعني هو هيكون طعمه عامل ازاي، لان المفروض دوت الهوت ماما ده المفروض يعني اكتر حاجه سبايسي عندهم. فخلينا كده ندوق بسم الله. هو بصوا اوكي، حته السبايسي تمام، هو سبايسي. حته اللحمه هي فيها جوسنس كويسه،
انا ما كنتش متوقعها صراحه من المطعم دوت لحد دلوقتي. هو انا شايف ان المستوى كويس، حاسس بطعم بيف بيكن شويه مع اني مش لاقيه هنا، ممكن دوت من تتبيله اللحمه اللي حطيناها. فخلينا نخش على الساندوتش اللي بعده لان دوت يعني بيزك قوي، مش عارف اللي انا اقول فيه حاجه اكتر من كده. نخش بقى اللي بعده، انا مش عارف ايه دوت. ده تقريبا تشيلي اويل تندرز، هي بتكون 3 قطع ستريبس عليهم تشيلي اويل. انا مش شايف تشيلي اويل قوي يعني، انا شايف ان العيش هو اللي شارب الاويل كله، وتقريبا شويه بيكلز مخلل وبس. بالنسبه للاسعار انا نسيت اقول الاسعار. بالنسبه للهوت ماما عامل له الدبل 150. طبعا اي سماش برجر ما يتكتش غير دبل عشان اللحمه بتبقى مفروسه، فاحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في حلقه فاتت، ممكن تتفرجوا يعني على الحلقات. ممكن احط لكم مثلا حلقه السماش برجر هنا بما ان احنا بنتكلم برضو على سماش برجر وامريكان كوزين وكده. انا مش شايف برضو اللي انا كنت متوقعه في التشيلي اويل تندرز. انا كنت متخيل ان هي تبقى احمر من كده شويه، تكون يعني مزيته اكتر من كده بما ان تشيلي اويل وكده. بس ماشي، خلينا نشوف الطعم هو اللي حاجه. خلينا كده بسم الله. التتبيله بتاعت الفراخ يعني حرفيا هي مش حاسس باي طعم سبايسي فيها، وفي نفس الوقت مش حاسس باي طعم يعني اي توابل اي بهارات اي حاجه مثلا في التتبيله بتاعت البريدنج. فكفراخ لا ما عجبتنيش، فانا ممكن اجربها مثلا توست دوت. كاتشيلي اويل تندرز لا هي مش حلوه خالص، يعني التتبيله ضعيفه جدا لدرجه اللي انا مش لاقيها اصلا. التشيلي مش يعني انا مش حاسس باي طعم حراق اصلا. والتشيلي اويل يعني حاسس ان مجرد اللي هو زيت زياده بس مش اكتر. يعني بصوا ايدي مزيتها على الاخر، فانا مش حاسس باي طعم سبايسي. التشيلي اويل تندر ديت الصراحه مش حلوه خالص، وسعرها غالي قوي. يعني ديت عامله لها تقريبا 110، فلا ممكن تجيبوا حاجات تانية احسن من كده بكتير. نخش بقى على اخر سندوتش معانا، الفليت تشيز بيكن. كان في تشيز بيكن وتشيز ستيك، فاحنا قررنا ان احنا نشوف البيكن بما ان يعني ممكن يتست اكتر وكده. برضو دوت من التوب سيلرز اللي عنده. هو كباكجينج انا صراحه يعني الباكجينج هو اللي عاجبني اكتر من الاكل ذات نفسه. يعني ده بيكون عباره عن كارملايزد اونيون، مشروم، امريكان تشيز، طبعا البيكن الاساسي بتاعنا، وشويه بصل. فانا شايف الصراحه اللي هو بيزك جدا، بس انا مش عارف دايما الناس بتقعد تقول عليه ان هو رهيب وبتاع وكده، فانا عايز اعرف الصراحه هو ليه كل الضجه ديت يعني. فخلينا ندوق نقسم بالنص كده بسم الله. مش عارف اقول ايه بالظبط، لكن انا حاسس اللي هو عادي على الضجه اللي هم عاملينها ديت كلها. البيكن طعمه تمام، لكن حاسس ان الخضار كتير سيكه، فمش عارف، حاسس بطعم الخضار اكتر من البيكن. بس يعني اوكي ماشي طعمه لطيف، بس مش على السعر اللي هم حاطينه دوت. الفليت تشيز ستيك، الفليت تشيز بيكن عامل له 189 which is اصلا يعني اوفر برايسد جدا على حاجه اصلا طعمها عادي جدا. مش اللي اقول عليه واو بقى واروح اطلبه تاني وادفع فيه 200 جنيه تاني. ما حسيتوش يعني. هو المطعم عامه اوفر برايسد طبعا، اكمنه في كفر عبده وكده، لكن انا كنت متوقع ان انا اكل حاجه واو، حاجه مثلا مختلفه عن باقي المطاعم اللي احنا جربناها قبل كده في حلقات تانية. لكن انا شايف ان في مطاعم جربناها قبل كده احسن من اللي احنا بندوق ده دلوقتي. وبس يعني خلينا نقول بقى الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش. طبعا رياكشني كان باين جدا الحاجات اللي ما عجبتنيش، لكن مثلا ممكن اقول لكم لو انت بتريش ومعاك فلوس كتير وحابب انك تاكل حاجه كويسه، الفليت تشيز ستيك تمام طعمه كويس وحاجه لطيفه. وممكن برضو الهوت ماما اوكي هو بيزك جدا، هو بس زياده عليه ان هو حاطط هالبينو، لكن طعم اللحمه عندهم كويس. كسماش برجر ممكن بعد كده نجرب السماش برجرز بتاعتهم بعدين في حلقه تانية لو رجعنا له تاني يعني. لكن بالنسبه للسماش برجر هو لطيف، وبالنسبه للسندوتشات عامه لطيف. بقى اي حاجه كابيتايزرز كتندرز كالحاجات ديت لا ما اظنش انك تطلبها من هناك يعني، هو بتاع سماش برجر بس. وبس ديت كانت نهايه حلقتنا النهارده. طبعا حلقه سريعه، الناس بتزهق من الحلقات الطويله، بس ما تنساش تفعل زر الجرس. ايه ده ما كنتش بقول كده، انا ما كنتش بقول كده، انا بطلت بقالي كتير، نسيت الاوترو بتاعتي كانت ايه. طبعا ما تنساش اللايك والشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس اتفرج بقى على الحلقات القديمه اللي احنا صورناها قبل كده طبعا عشان هنرجع تاني طبعا بالجديد. وبس كده، يلا سلام.